بيبدأ الفيلم مع سارة وأصحابها بيس وجونو. هما بيلعبوا رياضة التجديف، وده بول زوج سارة وبنتهم جيسيكا. وبنلاحظ إن نظرات بول وجونو صاحبة مراته مخبية حاجة. وبعد كده هما في العربية بيكون واضح من كلام سارة مع بول إنه متغير معاها بدون سبب. وفجأة هما ماشيين بيعملوا حادثة، وبول وجيسيكا بنته بيموتوا. وبتعدي سنة، ولسه سارة بتحاول تتجاوز اللي حصل لها. والنهاردة بتتجمع سارة وبيس وجونو ومعاهم أصحابهم هولي وريبيكا، وكمان سام أخت ريبيكا، عشان يعملوا مغامرة مع بعض. والمغامرة هي إنهم هيروحوا يستكشفوا كهف مشهور تحت الأرض. وبيجمعوا العدة بتاعتهم. وبتكون جونو درست الكهف كويس بما إن هي اللي اقترحت الفكرة. وقرأت كتاب عنه عشان يعرفوا خط سيرهم من ساعة ما يدخلوه لغاية ما يخرجوا منه. وريبيكا بتكون بلغت الحماية المدنية بمكانهم عشان لو حصل لهم حاجة جوه. وبيوصلوا بالعربيات عند بداية الغابة اللي فيها الكهف. وجونو بتسيب الكتاب اللي بيوصف الكهف في العربية. وبينزلوا يكملوا الطريق ماشي، وبيشوفوا حيوان مقتول وعليه أثر كأن حاجة عضته. وبيكملوا طريقهم، وبينزلوا كلهم لمدخل الكهف تحت الأرض وكل حاجة بتمشي عادي. وبتلاحظ سارة آثار دم على الجدار كأن حد إيده كانت بتنزف، بس ما بتهتمش بالموضوع. وبيبدأوا في استكشاف الكهف عشان يلاقوا بداية المدخل لطريق الخروج زي ما مذكور في الكتاب. وبتسمع سارة صوت جاي من بعيد، بس بتفكر إنه بيتهيأ لها، لأن حالتها الذهنية مش مستقرة من ساعة الحادثة. وبعد شوية بيوصلوا عند ممر المفروض يدخلوه عشان يكملوا طريقهم. وبتستغرب ريبيكا إن الممر أضيق من المذكور في الكتاب. وجون بتبرر كده بإن كل الكتب ما بتبقاش دقيقة في الوصف ولازم يستكشفوا بنفسهم. وبيدخلوا مرة واحدة ورا التانية. وبيكون فعلا ضيق جدا ويدوب يعدوا منه زحف. وبيقدروا يعدوا كلهم، وبتدخل سارة آخر واحدة. وبيكون معاها شنطة الأحبال الاحتياطية. وبعد ما بتدخل شوية الشنطة بتتحشر تحت منها وما بتعرفش تتحرك. بيبدأ يجيلها نوبة فزع وما بتكونش عارفة تتنفس. وبتحاول بس تهديها من الناحية التانية وتطمنها لغاية ما توصل لهم، بس مفيش نتيجة. فبترجع لها تاني في الممر وبتهديها وبتخليها تنظم نفسها. وشوية شوية بتبدأ تتحرك في الممر وبتجر الشنطة وراها. بس فجأة صخور الممر بتبدأ تتحرك، وبيبقى خلاص هيقع عليهم. فبتزحف سارة وبيسا بسرعة وبيخرجوا على آخر لحظة، والممر بينهار وشنطة الأحبال جواه. وبعد ما الوضع بيهدى وبيتأكدوا إن محدش منهم حصل له حاجة، بيفكروا هيخرجوا إزاي. الكهف ليه مدخل واحد وثلاث مخارج، والممر اللي انهار واحد منهم، وكده متبقي لسه مخرجين. وبيقولوا لجونو تتأكد من الكتاب عشان يشوفوا هيمشوا منين، فبتسكت جونو شوية وبتصدمهم وبتعرفهم إنها سابت الكتاب في العربية. والمصيبة الأكبر إن بيطلع مش هو ده أصلا الكهف اللي كانوا متفقين إنهم يستكشفوه. ده طلع كهف تاني خالص عمر ما حد دخله قبل كده ولا استكشفه. وجونا كانت عايزة هي وصحباتها يخوضوا المغامرة دي، والكهف ده يتسجل باسمهم إن هم أول ناس يستكشفوه. واللي زود المصيبة أكتر إن الحماية المدنية ما تعرفش إن في حد موجود في الكهف ده. والمعلومات اللي عندهم إن جون وأصحابها موجودين في كهف تاني خالص. يعني لو هم اتأخروا في الخروج الحماية المدنية هتروح على الكهف التاني. وكده بقوا لوحدهم في الكهف ومش عارفين يرجعوا مكان ما دخلوا لأن الممر انهار. ولازم يستكشفوا المخرج بنفسهم إذا كان أصلا في مخرج تاني. وطبعا بينفعلوا كلهم على جونو ومبيكونوش عارفين يعملوا إيه. بس الزعيق بس بالذات مع جونو وخناقها معاها بيكون عشان أساسا كانوا متفقين إن الرحلة دي إنهم يطلعوها عشان يخففوا عن سارة. بس بدل من كده حطوها وحطوا نفسهم في مصيبة، إلى جانب أصلا مصيبة سارة الأولانية اللي هي الحادثة. وبيكون رد جونو على كلام بيس غريب، فبتقول إنهم كلهم اتأذوا وفقدوا حاجة في الحادثة بتاعت سارة. وبعد ما بيهدوا بيحاولوا يلاقوا طريق يمشوا منه. وبيوصلوا عند حافة تحتها حفرة عميقة منعهم إنهم يعدوا للجانب التاني. والحل الوحيد إن واحدة منهم تتسلق السقف لغاية ما تعدي الناحية التانية، وتحدف لهم حبل يمسكوا فيه عشان يعدوا. فبتتطوع ريبيكا إنها تتسلق هي السقف، بس بتحتاج خطافات زيادة من الموجودين في شنطة الحبال. وبيعرفوا كلهم إن سارة فقدت الشنطة في الممر، وكده مبقاش معاهم غير المعدات اللي لابسينها فقط. وبتاخد ريبيكا منهم خطافات من اللي معاهم، وبتبدأ تتسلق السقف. وبتشبك فيه خطافات عشان تثبت فيه الحبل وتتقدم لقدام. بس الغريبة إنها بتلاقي خطاف حديد قديم جدا مغروز في السقف كأن حد عدى من هنا قبل كده. بس طبعا مفيش وقت إنها تقعد تفكر، فبتستخدمه وبتكمل طريقها لغاية ما توصل للجانب التاني. وبتخليهم يحدفوا لها حبل رابطينه من عندهم، وبتربطه عندها عشان يعدوا من عليه بدل ما يتسلقوا السقف زيها. وفعلا بيعدوا كلهم، بس بتبقى سارة وجونو. وبيكون واضح إن سارة مش مستريحة لجونو، لأنها شاكة إنها عملت موضوع الكهف ده عشانها هي لنفسها، مش عشان المغامرة الجماعية ولا التخفيف عن سارة زي ما بتقول. وبتعدي سارة وبتتبقى جونو في الآخر، فبتفك الحبل عشان يسحبوه من الجهة التانية وما يخسروهوش. وبتعدي هي عن طريق تسلق السقف. وريبيكا والباقيين بيمسكوا لها الحبل من الناحية التانية عشان لو فلت. وكل ما بتعدي حتة بتخلع الخطاف اللي راكب فيها عشان ما يخسروهوش. وفي نص الطريق الخطاف الحديدي بيتخلع من السقف وجونو بتقع بس تفضل مربوطة بالحبل. وبيسحبوها لغاية ما بيطلعوها عندهم. وبيشوفوا الخطاف الحديد القديم وبيفرحوا شوية لأن معنى كده إن في حد كان هنا وإنه لقى المخرج وخرج من الكهف. بس جونو بتحبطهم لأن الخطافات دي واضح إن عمرها أكتر من 100 سنة.
ولو حد فعلا كان خرج من الكهف ده كان زمان الموضوع اتعرف وكان سمى الكهف على اسمه. وبيكملوا طريقهم وبطاريات الكشافات بتبدأ تخلص، وبيلاقوا رسومات على الجدران وفيهم رسمة للكهف وقدامهم مدخلين، وهما دخلوا من مدخل واحد ومش هينفع يرجعوا له، بس كده في أمل إنهم يلاقوا المدخل التاني ويخرجوا منه. وبتحاول جونو تشوف تيار الهواء جاي منين عن طريق حركة شعلة الولاعة عشان يمشوا من الاتجاه اللي جاي منه الهواء، لأن أكيد الهواء جاي من منفذ بره الكهف. وبيلاقوا ممر جاي منه هواء وبتجري هولي بسرعة وبتدخل الممر، وبتشوف ضوء وبتفكر إنه جاي من بره فبتجري بسرعة. وبتحاول جونو تحذرها إن ده مش ضوء النهار، ولكن ده ضوء من نوع صخور في الكهف. وهولي ما بتاخدش بالها وبتتزحلق في حفرة في الأرض، وجونو بتلحقها بس إيدها بتفلت وهولي بتقع ورجلها بتتصاب بشكل كبير جدا لدرجة إن العظم بيخرج من مكانه. وبينزلوا لها كلهم وبيحاولوا يتصرفوا ويعالجوها. ولحسن الحظ سام بتدرس في كلية الطب، وبتقول إنهم لازم يرجعوا العظم مكانه عشان يعرفوا يعملوا لها حاجة زي الجبيرة لغاية ما يخرجوا من هنا. وجزء منهم بيمسكها من كتفها وجزء من رجلها وبيشدوا عشان يرجعوا العظم مكانه. وسام بتستخدم شاكوش من معداتهم وبتعمله زي دعامة لرجلها وبتلفها برباط ضاغط. أما سارة فبتتمشى في المكان وبتلاقي خوذة قديمة جدا وبتسمع صوت جاي من الضلمة، ولما بتبص كويس بتلاقي مخلوق غريب في الكهف، بس أول ما بيسمع صوتها بيختفي. وجون بتيجي تجيبها وسارة بتحكي لهم اللي شافته بس محدش فيهم بيصدقها، وبيفكروا إنها بتتخيل بسبب الضغط اللي هم فيه. وبيكملوا طريقهم في اتباع مسار الهواء، وبيطلعوا المكان ضلمة جدا وما بيعرفوش يمشوا منين، بس سارة بتشوف عن طريق خاصية الرؤية الليلية في الكاميرا، وبتلاقي إن المكان اللي هم فيه مليان عظام حيوانات. وفجأة بتشوف مخلوق غريب وراهم وبيطلع يجري بسرعة وبيتسلق السقف بسرعة جدا، وكلهم بيشوفوه وبيختفي في الضلمة. وبيولعوا شعلة عشان يشوفوا طريق يهربوا بيه من هنا، بس بيسمعوا أصوات كتير وبيعرفوا إنهم متحاصرين من المخلوقات دي. وبيجروا من ناحية تانية، بس واحد من المخلوقات بيهاجمهم وبيتفرقوا، وبيهجم على هولي وبيعضها وبيكون عايز ياخدها معاه، بس جوني بتحاول تمنعه وبتضربه بالشاكوش. وبيهجم عليها هي وبيفضلوا يتقاتلوا لغاية ما جوني بتقدر تقتله، وبتكون مرعوبة وخايفة وبتسمع صوت من وراها فبتلف وبتضرب بالشاكوش، بس بيطلع ان بس هي اللي جايه من وراها، وسن الشاكوش بيغرس في رقبتها. وبس بتقع على الارض وسلسله جونو بتشبك في ايدها، وجونو بتكون واقفه مذهوله ومش مصدقه اللي شايفاه، وبس بتقول لها ما تسيبنيش، بس جونو ما بتقدرش تقف وبتسيبها وتمشي. وريبيكا وسام بيكونوا مع بعض وبيحاولوا يلاقوا الباقيين، وبيكون واحد من المخلوقات ماشي وراهم وهما مش عارفين. اما ساره فبتكون وقعت واغمى عليها، ولما بتفوق بتشوف عن طريق الكاميرا وبتلاقي المكان اللي هي فيه مليان جماجم بشريه وهياكل عظميه لبشر وحيوانات. وبتحاول تشوف مخرج من المكان اللي هي فيه، وفجأة بتلاقي جثة هولي بتتحدف من فوق، فهي بتستخبى في الضلمة. والمخلوقات بتيجي وبيبدأوا ياكلوا هولي، ومش بيشوفوا سارة لأن طلع إنهم عميان وبيعتمدوا على السمع فقط. في الوقت ده بتكون ريبيكا وسام بيدوروا على مخرج، وبيسمعوا صوت واحد من المخلوقات جاي ناحيتهم، فبيناموا في جنب وما بيعملوش أي صوت، وهو بيعدي من قدامهم من غير ما ياخد باله منهم. وسارة بتشوف هولي بتتاكل قدامها ومتقدرش تتحرك ولا تعمل أي صوت. وجونو بتكون بتدور على سارة، وبتلاقي أسهم مرسومة على جدران الكهف الهدف الإرشاد. والمخلوقات بتمشي من عند هولي أول ما بيسمعوا صوت جونو جاي من بعيد، وأول ما بيمشوا سارة بتدور على أي حاجة تساعدها، وبتلاقي مصباح قديم وسط العظام وموجود في المصباح جاز. فبتاخد الرباط الضاغط اللي على رجل هولي وبتلفه على الشاكوش اللي معمول جبيرة وبتغرقه بالجاز وبتعمل شعلة تنور لها. أما جونو فبتكون بتدور على زمايلها وبتشوف واحد من المخلوقات وهي اللي بتمشي وراه عشان تقتله. وريبيكا وسام بيحاولوا يلاقوا مكان يمشي منه، وبيظهر لهم مخلوق منهم وبيهجم على ريبيكا، وهي بتحاول تقاوم لغاية ما بتيجي جونو وبتنقذها منه وبتقتله. وبتعرفهم إن هولي وبيس ماتوا، بس ما بتقولهمش بيس ماتت إزاي. وبتطمنهم إن أكيد في مخرج، لأن المخلوقات دي بتصطاد من بره وبتجيب فرستها هنا في الكهف، يبقى أكيد في مخرج. وبتقول لهم على الأسهم اللي شافتها، ومعنى كده إن أكيد كان في حد هنا من زمان وقدر يخرج، وهم كمان هيقدروا يخرجوا بس لازم يلاقوا سارة الأول. وسارة بتكون ماشية وبتلاقي بس بتطلع في الروح وقربت تموت، وبس بتحذرها من جونو وبتعرفها إن هي اللي عملت فيها كده وإنها كمان سابتها ومشيت. وبتحاول سارة تشد بس عشان تقومها، فسلسلة جونو بتطلع في إيدها، وبتتأكد سارة إن كلام بس عن جونو فعلا حقيقي. والمفاجأة إن بس بتعرفها إن السلسلة دي من بول زوج سارة، وكان مديها لجونو هدية ومكتوب عليها جملة هحبك كل يوم. وطلع إن هو وجونو كانوا في علاقة مع بعض، وبس كانت عارفة وما كانتش قادرة تقول لسارة، واتأسفت لها إنها خبت عليها، وبتطلب منها إنها تخلصها من معاناتها وتقتلها. وسارة بترفض بس مع إصرار وترجي بس بتوافق، وبتخليها تغمض عينيها وبتضربها بحجر على راسها وبتموتها. وفجأة بيهجم عليها مخلوق صغير من ظهرها، بس هي بتوقعه وبتفضل تضرب فيه وبتطلع فيه كل غلها لغاية ما بتقتله. وبتكمل طريقها، وبتيجي أم المخلوق ده وبتعرف إنه مات وبتطلع تجري ورا سارة وتطاردها، بس سارة وهي بتهرب منها بتقع في بركة من الدم. وأول ما بتطلع منها بتلاقي أم المخلوق وراها وبتهجم عليها، وبتحاول سارة تهرب منها لغاية ما بتقدر تقتلها بصعوبة. وبيجي مخلوق تاني وسارة ما بتطلعش أي صوت، ولما بيعدي من قدامها بتقتله من غير أي خوف زي الأول.
وما بتكونش خلاص خايفة من حاجة. أما ريبيكا وسام وجونو فبيلاقوا مجموعة كبيرة من المخلوقات في وشهم والمخلوقات بتطاردهم، فبيجروا التلاتة بسرعة وبيدخلوا ممر، وسام بتكون سابقاهم، وبتلاقي في آخر الممر حفرة كبيرة فبتتسلق السقف عشان تعدي للناحية التانية. وجونو وريبيكا بيجوا وراها وبيكونوا هربوا من المخلوقات وما عرفوش يتبعوهم، وبيقولوا لسام ترجع بس هي بتكون خايفة. وبتلاقي واحد من المخلوقات بيتسلق السقف قدامها وبيهجم عليها وبيذبحها بضوافره، بس سام بآخر نفس عندها بتقتله بالسكينة اللي معاها وبيقع، وهي بتموت قصاد ريبيكا وجونو. والمخلوقات بيوصلوا الممر اللي هما فيه وبيسحبوا ريبيكا وبياكلوها وهي صاحية. وجونو ما بتلاقيش مفر غير إنها تنط في الحفرة، وبيطلع إنها مليانة مية وما بيحصلهاش حاجة. وبتلاقي المخلوق اللي سام قتلته غرقان في المية بس بيكون لسه عايش وبيهجم عليها، لكنها بتقدر تقتله وبتطلع من المية. تتسلق الجدار لغاية ما توصل لممر في الجدار، وسارة بتجيلها وبترفعها، وسارة بتسألها عن الباقيين ومن ضمنهم بس عشان تشوف ردها. وجونو بتأكد لها إن كلهم ماتوا وإنها شافت بس وهي بتموت، وبيفضلوا ماشيين وبيتبعوا الأسهم اللي على جدران الكهف لغاية ما بيوصلوا لمكان كبير وبيلاقوا مخلوقات كتير واقفين في آخره، وما بيكونش في حل قدامهم غير القتال. والمخلوقات بيهجموا عليهم وبيفضلوا يحاربوهم، وكل واحدة منهم بتقتل اتنين وتلاتة، والغريبة إنهم بيقدروا عليهم وبيقتلوهم كلهم. وبتقف سارة قدامها جونو وفي ايدها الشاكوش وبتوري لها السلسلة بتاعتها اللي خدتها من بس. وجونو بتفهم ان سارة عرفت بخيانتها وانها كمان قتلت بس وما بتقدرش تتكلم، وبيسمعوا صوت المخلوقات جاي عليهم. فسارة بتغرز الشاكوش في رجل جونو عشان تعجزها وبتسيبها وتجري، وجونو ما بتقدرش يتحرك وبتبص وراها بتلاقي مجموعة كبيرة من المخلوقات بتهجم عليها وبيقتلوها. اما سارة فبتكمل جري وبتقع في حفرة وبيغمى عليها لثواني، ولما بتفوق بتشوف ضوء النهار جاي من بره وبتمشي ورا مصدر الضوء لغاية ما بتخرج أخيرا من الكهف. وما بتكونش مصدقة إنها خرجت عايشة، وبتجري على عربيتها وبتهرب من المكان بسرعة. ولما بتبعد عن الكهف بتقف على جنب، ولكن بتبص على الكرسي جنبها بتلاقي جونو. وفجأة بتصحى سارة وبيطلع إنها كانت بتحلم لما وقعت وهي بتجري، وإنها ما خرجتش ولا حاجة ومفيش أي مخرج قدامها. وبتتخيل بنتها قدامها بتحتفل بعيد ميلادها. وبيخلص الفيلم. الفيلم ده ليه جزء تاني، عرفونا في التعليقات لو عايزين نعمله. ما تنسوش تعملوا لايك وعرفونا رأيكم في التعليقات. اشتركوا معانا في القناة عشان يوصلكم مننا كل جديد. سلام.